اسمعي بقى ياما، انتي عارفة ان هما زودوا المرتبات، بس البت عنايات ما تعرفش اي حاجة. اوعي تقوليلها اي حاجة ياما، ده سر بينا وبين بعضينا. اقول لمين يا واد يا عصام؟ هو انت فاكر ان مراتك طول ما هي عايشة هتمسك في ايديها قرش واحد؟ ده بعدها يا ولا. اطلع انت على شقتك يا حبيبي، واندهل المعدولة مراتك، خليها تنزل تاكل بواقي اكل امبارح. اما انت بقى يا قلب امك، بعد ما هي تطلع الشقة تاني، انا عامله لك فراخ مشوية حلوة قوي. انا جاية اقول لكل بنت لسه مقبلة على الجواز، اوعي تتجوزي راجل بخيل او ابن امه، خصوصا لو كان زي عصام ابن عواصف. انا عنايات وعندي 33 سنة، متجوزة بقالي 4 سنين، شفت فيهم عجايب الدنيا. تعالوا اقول لكم حكايتي. في يوم من الايام لقيت ابويا جاي وبيقولي: بت يا عنايات، افرحي يا بت، اتقدم لك عريس، انما ايه، شخصية وكرم اخلاق مفيش بعد كده، من ايام الزمن الجميل. ما شاء الله. وانت عرفت منين كل الصفات دي؟ اكيد تعرفه، مش كده يا بابا؟ لا معرفوش، ده جار واحد صاحبي بيدور على عروسة، وهو عارف ان انتي خلاص بقى عندك 29 سنة وداخلة على ال30، وقاله عليكي على طول. وانا شايف بقى ان دي فرصتك الاخيرة يا بنتي، انا مش هعيشلك على طول. ربنا يطول لي في عمرك يا حبيبي. على العموم انا هقعد معاه وربنا يقدم اللي فيه الخير. وجه اليوم الموعود اللي اتقدم لي فيه عصام، ولقيناه داخل وماسك في ايديه اليمين كيس رمان، وايديه الشمال ماسك ايدين امه اللي كانت عمالة تبص على كل ركن في البيت. وانا وبابا قعدنا معاه، وبابا قال: منور يا عصام يا ابني، منورة يا حاجة. بنورك يا اخويا. الا قوليلي صحيح يا حلوة، انتي عندك كام سنة؟ انا عندي 29 سنة يا طنط. يا لهوي، 29 سنة؟ ليه يا اختي ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ اكيد طبعك صعب، او ابوكي بقى معقد الامور. لا يا حاجة، ولا معقد الامور ولا حاجة، ده نصيب. ثم ان عصام ابنك عنده 37 سنة ولسه برضه ما اتجوزش لحد دلوقتي. لا، عصام ابني ده راجل وسيد الرجالة، كل الرجالة ما يعيبهمش اي حاجة. اسروا بقى، احنا جايين نخطب بنتكم لابننا، بس اللي اوله شرط اخره نور. اتفضلي قولي اللي عندك يا حاجة. احنا هنتكلم بالاصول، والاصول بتقول ان العروسة عليها حاجات المطبخ، وعليها كمان اوضة النوم، وعليها اوضة الاطفال والانتريه، وعليها الاجهزة الكهربائية كمان. وانتوا بقى هتجيبوا ايه بقى ان شاء الله يا حاجة؟ هنجيب السجاد والنجف. وبعدين يا اخويا، دي هتقعد في شقة تمليك وواسعة ويبرطع فيها البغل. على العموم يا حاج، احنا نسبنا يشرف، وكفاية قوي ان احنا هنستر بنتك اللي داخلة على ال30، واحنا هنسيبكم تفكروا، ومستنيين الرد في خلال اسبوع. ومشي عصام وامه، وانا افتكرت ان بابا مش هيوافق على كل اللي قالته حماتي وعصام، بس لقيت بابا بيقولي: بصي بقى يا عنايات يا بنتي، انا هجيبلك كل اللي قالوا عليه ده، بس المهم ان انت تتجوزي، وانت عارفة ان انا عايزة افرح بيكي. وبعدين يعني ضل راجل ولا ضل حيطة؟ لا يا بابا، ضل الحيطة اهون يا بابا من الناس دي. انا مش موافقة على الجوازة دي خالص. بس انا موافق يا عنايات، ومفيش كلام بعد كلامي، ولا هتعصي اوامري؟ اللي تشوفه يا بابا. وانا ما قدرتش اتكلم مع بابا ولا حتى اقول له لا، لانه كان شايف كل اللي بيعمله ده لمصلحتي انا. وبابا وافق على الجوازة دي، وانا اتخطبت انا وعصام. بس يوم الخطوبة اللي المفروض كنت افرح فيه، لقيت حماتي وعصام جم الكوافير، ولقيت حماتي قالت لي: ايه ده، ايه ده، ما شاء الله. اه، على رأي المثل،
لبس البوصة تبقى عروسة. ادفعي بقى يا حبيبتي فلوس الكوافير ويلا بينا بقى نمشي عشان ما نتأخرش على القاعة. فلوس ايه بس يا حماتي؟ الكوافير معروف ان هو عليكم انتم، وانا مش عاملة حسابي على فلوس. وامبارح لما قلت لعصام على فلوس الكوافير قال لي بكرة هديكي. يا حبيبتي كوافير إيه اللي هندفعه؟ هو عصام ابني هو اللي حاطط المكياج على خلقته ولا انت يا حبيبتي؟ خلينا بقى نمشي من هنا. يا حماتي بقولك انا مش عامله حسابي، انا مش معايا فلوس خالص. خلاص خليكي هنا في الكوافير لحد ما ابوكي يجي من بره وياخدك في ايديه يا حبيبتي، واحنا هنسبقكم على القاعه. وانا بقيت واقفه ومتفاجئه من كلام حماتي، وصعبت على الكوافرة وقالت لي أنا مش عارفة إيه اللي هيرميك الرمية دي يا بنتي. على العموم أنا مستعدة أسيبك تخرجي دلوقتي وبكرة تبقي تجيبيلي الفلوس. لا، أنا مش هخرج من هنا، لازم بابا يعرف بكل اللي حصل ده عشان يتصرف معاهم. وأنا فضلت قاعدة عند الكوافيرة وأنا صعبانة عليا نفسي قوي، ولقيت بابا جاي وقال لي خلاص يا بنتي عدي اليوم، أنا هادفع الفلوس. يا بابا أنت عايز تخلص مني ليه كده؟ ده أنا بنتك، وبعدين الناس دي صعبة أوي وأنا مش هاعرف أكمّل معاهم. عنايات، إحنا في الكوافير ومش عايزين فضايح. وفعلًا أنا خرجت مع بابا من الكوافير وركبت العربية بتاعته. أمّا بقى حماتي وعصام راحوا على القاعة بعربية الزفة، ولمّا دخلت القاعة لقيت عصام وأمه قاعدين في الكوشة، ولقيت عصام جالي وهو ماسك ايدين مامته وقال لي هاتي ايديك يلا يا عروسة. وانا بقيت على ايده اليمين وهي على ايده الشمال لحد ما وصلنا للكوشة، ولقيت حماتي قالت له معلش بقى انا مش هقعد على الكراسي دي، انا هقعد على الكوشة، وانتي هاتي كرسي واقعدي جنبنا يا حبيبتي، مش هيجرى حاجة يعني. انا عايزة اعرف انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ انتوا جايين تفرسوني وخلاص، ولما انتي متشعلقة في ابنك قوي كده كنتي بتجوزيه ليه؟ بجوزه عشان دي سنة الحياة يا حبيبتي، وبعدين عدي يومك ده على خير، احنا وسط ناس هتعرينا. وانا سكت بعد ما لقيت بابا بيقول لي عدي الامور، ولقينا عصام طلع الشبكة وكانت ناقصة، وانا قلت له ايه ده؟ فين بقية الشبكة يا عصام؟ مش المفروض دبلة ومحبس وخاتم وانسيال؟ أنا اديتك انت الدبلة والمحبس والخاتم، أما بقى الانسيال عجبوا ماما قوي ولبستهم عادي يعني، مش هيحصل حاجة. طيب كنت هاتلها انت يا عصام، مش تديها من شبكتي. وانا لقيت بابا قال لي وهو بيزعق لي خلاص بقى يا عنايات عدي يومك يا حبيبتي. وانا سكت برضو واليوم عدى، وقعدت على كرسي لوحدي، وبقت كل الناس تضحك عليا وعلى كل اللي بيحصل قدامهم ده، وبقيت تريقة المعازيم. وعدى يوم الخطوبة وكان عصام مش بيكلمني خالص غير لما يكون هيجي عندنا، وكان بيجي كل يومين هو وامه عشان يتغدوا عندنا. وفي يوم لاحظت ان المعالق بتاعتنا بتقل، وقلت لبابا بابا الحق، انا كل يومين بلاقي المعالق بتاعتنا اختفت من البيت. عادي يعني، يمكن بتترمي في الزبالة يا بنتي ولا حاجة. لا، انا شاكة في حماتي وعصام ان هما بياخدوها وهما ماشيين. يا بنتي بطلي بقى ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الناس يعني هتيجي تاكل وتاخد المعالق؟ بطلي ظن في الناس يا بنتي. وبعدين هو انت عشان تسيبيه تقعدي تطلعي فيه القطط الفاطسة؟ على العموم يا بابا انا هعرف المعالق بتروح فين. وعدت الايام وجه اليوم اللي هنجيب فيه الفستان بتاع الفرح، ولقيت حماتي جايبة معاها فستان قديم جدا ولونه ابيض مصفر كده، وقالت لي ادخلي قيسي الفستان ده، ده حلو قوي يا عنايات. فستان ايه ده يا حماتي وبتاع مين؟ ادخلي بس قيسيه الاول. وانا دخلت عشان اقيسه ولقيته شكله قديم جدا ووحش جدا عليا، وقلت لهم ايه القرف ده؟ مستحيل البس الفستان ده ابدا. يا لهوي عليكي، ده فستاني وفستان امي ودي اصول العيله، مش هنلبس فساتين من بره يا حبيبتي، وانا مستحيل البسه. اتكلم يا بابا بقى.
يا بنتي الفستان مش وحش، أقولك على حاجة، أنا شايف إن هو شيك وجديد، ولما تلبسيه هيبقى موضة أكتر. أيوة كده يا أخويا، عين العقل يسلم لسانك. انت شكلك ذوقك وحش قوي، بقى الفستان ده مش عاجبك؟ أقولك ايه، ما انت ما بتفهميش في الذوق. على العموم احنا فيها دلوقتي وهو ده الموجود. يا عالم انا نفسي افرح يا ناس، حرام عليكم، انتوا ليه بتعملوا فيا كده؟ يا بابا اتكلم ولا اقول حاجة. انا هجيبلك الفستان اللي نفسك فيه يا بنتي. ارتحتي؟ لا يا بابا، هو ملزم يجيب لي فستان حلو؟ يا ستي مشي الدنيا بقى واسكتي. ولقيت بابا احرجني قدامهم ومشى كلامهم عليا، وهو اللي اجر لي فستان الفرح. ويا ريت عصام عمل فرح، ده يا دوب كاتب كتاب، وحتى صور الفرح صوروني بالتليفون وقال لي دي الموضة. وروحت البيت ولقيت حماتي قالت لي قبل ما ادخل شقتي: اسمعي بقى، هنا كل حاجة بنظام ومواعيد كمان، يعني ما فيش تلفزيون بعد الساعة 9 بالليل، وتصحي الصبح تعملي الفطار. انتي فاهمة ولا لا؟ وسكت وما ردتش عليها، ودخلت على شقتي على طول. وعدى اليوم وانا ما كنتش مبسوطة بوجودي مع الناس دي. وتاني يوم الصبح خرجت من اوضتي ولقيت حماتي قاعدة في الصالة وفاتحة شاشة التلفزيون وبتاكل المكسرات اللي بابا جايبها لي، وبتقولي: الشاشة اللي ابوكي جايبها لك دي حلوة قوي وكبيرة، انا هاخدها وانزلها شقتي. انتي ايه اللي دخلك اصلا الشقة يا حماتي من غير اي استئذان؟ وشاشة ايه اللي انتي عايزة تاخديها؟ دي حاجتي انا. كانت حاجتك يا حبيبتي، الحاجة اول ما بتدخل بيتي بتبقى بتاعتي، وانا هنا اللي اقول الكلمة وتتنفذ على طول. لا، دي حاجتي انا، وانا مش هديكي حاجتي يا حماتي، مع احترامي ليكي طبعا. وانا لقيت عصام خرج من الاوضه وقال لي: انت ازاي بتتكلمي كده مع ماما؟ طيب عشان طريقتك دي انا هنزل الشاشه عند امي. يا حبيب قلب ماما، اسم الله عليك، كبرت وبقيت عريس يا بطه. وانا حسيت ان انا قاعده في مورستان، ولقيت عصام نفذ كلام امه ونزل شاشة التلفزيون عندها في شقتها. وانا فضلت قاعدة مكاني بستوعب كل اللي بيحصل قدامي ده، ولقيته بصلي وقال لي: ادخلي يلا اعملي لنا الفطار ونزليه عند ماما تحت عشان نفطر كلنا مع بعض. هو انت مش ملاحظ ان النهارده صباحيتنا برضو؟ بلا صباحية بلا بتنجان، يلا اعملي كل اللي بقولك عليه ده. وانا نزلت الفطار ولقيت حماتي قاعدة جنب عصام وبتاكله، وانا ما كانش ليا نفس خالص. ولقيت حماتي قالت لي: هو انت هتاكلي الفطير ده يا عنايات؟ انا ماليش نفس دلوقتي يا حماتي. احسن برضو، ادخلي بقى قمري لك عيش وكليه وسيبي لي انا الفطير ده انا وعصام. وانا لقيت بابا جالي عند حماتي وجريت عليه وقلت له: بابا، انا عايزه اتطلق، انا مش عايزه اعيش مع الناس دي. يا بنتي ماشي الدنيا، احنا ما صدقنا تتجوزي، وبعدين ايه المشكله يعني؟ عندك ولا عند حماتك واحد؟ انا هتطلق يعني هتطلق يا بابا، انا مش هقعد هنا دقيقة واحدة. عمي انا مش عارف بنتك مالها، يا ريت تعقلها كده، هي هتلاقي احسن مننا فين يعني؟ ده احنا شايلينها على الارض شيل. يا بابا انا خلاص اخدت القرار وعايزه اتطلق منه، واللي يتكلم يتكلم. كفايه قوي ان انت وقعتني في جوازه زي دي. تعالي معايا يا عنايات، انا عايزه اقولك كلمتين على انفراد. ولقيت بابا اخدني على جنبي وقال لي: اسمعي بقى يا بنتي، انا عشت بعد امك الله يرحمها عشان اربيكي، ومرضتش اتجوز من بعدها عشانك، لحد ما تتجوزي واطمن عليكي. وانا برضو راجل وليا احتياجاتي، وبصراحة بقى انا اتجوزت. ايه؟ اتجوزت يا بابا؟ ايوه اتجوزت امبارح، بعد ما اطمنت ان انت انكتب كتابك. انا رحت كتبت كتابي على طول. اتاريك عايز تجوزني من بدري قوي لاي حد. طيب ومش حرام عليك ترميني الرمية دي يا بابا؟ عصام راجل محترم، وتحملي امه
وعد اللي بتعمله بقى، دي ست كبيرة وهوديها يا بنتي، وليكي عليا كل شهر هديكي جزء من معاشي عشان تمشي بيه نفسك. وانا اتحطيت قدام الامر الواقع وعشت مع عصام وامه، وبعد شهر من الجواز بقيت خدامة عند امه، وبصحى من الفجرية انضف واعمل اكل عندها، ويا ريتني باكل من الاكل اللي لسه معمول، دي بتاكلني البواقي اللي في التلاجة. خدي اكلك اهو يا بنتي يا عنايات، بامية زي العسل، كلي كلي. معلش يعني يا حماتي، اكل ايه؟ البامية دي حمضانة وبايظة، ولو اتحطت للقطط اللي على السلم مش هياكلوها، وبعدين ليه اكل من الاكل البايظ؟ ما اكل معاكم من الطبيخ اللي انا لسه عاملاه بايديا. يا خرابي عليكي يا بت، بقى عايزاني ارمي البامية اللي مكلفاها قد كده وخليكي تاكلي معانا من اكل النهارده؟ انت يا بت قلبك مش علينا ولا ايه؟ انت عايزانا نبعزق يمين وشمال؟ انا قلتلك يا عصام، قلتلك يا ابن البت دي مش هتعمر معانا ابدا. اخصى عليكي يا عنايات، ده انا مش حرمك من اي حاجة، كده برضو تزعل امي؟ مش حارمني من ايه يا عصام؟ انا ما شفتش في البيت ده غير البهدلة والاكل البايت، انا مش هاكل من الاكل ده ابدا، وانت ملزم تجيب لي اكل يا عصام. انت بتقولي لي انا الكلام ده؟ طيب بعد اذنك بقى ياما، انا هطلع انا وعنايات شقتنا واشوف اخرتها معاها ايه. يا عيني عليك يا ابني وعلى حظك، البت عايزة تغرمه حق أكل من بره وتدفعه فلوس قد كده. اطلع يا ابني منك لله يا عنايات، زي ما ضايقتيه وخليتيه ما ياكلش كده. وانا طلعت مع عصام الشقة ولقيته بيقولي: انت عايزة بالظبط ايه يا عنايات؟ ناقصك إيه؟ انا مش فاهم. انا ناقصني كتير قوي يا عصام، انا عايزة اعيش زي بقية الستات. انا بيتي مفهوش لقمة واحدة، لما بجوع بالليل مش بلاقي غير المية في التلاجة. ومالها المية؟ اهو عشان تخس شوية. وعشان ايه عايزة تتعشي بالليل؟ نامي خفيف احسن عشان ما تحلميش بكوابيس. يعني هو ينفع يا عصام الاكل كله يبقى عند والدتك تحت؟ ده حتى الخزين اللي انا داخله بيه انت اخدته مني ونزلته تحت، والشاشة بتاعتي نزلتها برضو عند امك، وانا مليش في الدنيا دي غير امي وبس. كل اللي تأمرني بيه بنفذه على طول، وهي دي عشت انا وامي يا عنايات. ولو مش عاجبك الباب يفوت جمل. طيب يا عصام، انا هسيب لك البيت وامشي من هنا خالص، خليك بقى مع الست والدتك. هات الفلوس عشان المواصلات. فلوس مواصلات ايه اللي انت عايزاها يا عنايات؟ عقابا ليكي خديها ماشي بقى، انا معيش اي فلوس. طيب يا عصام شكرا ليك قوي. وانا اخدت بعضي وشنطة هدومي وركبت تاكسي ورحت على بيت ابويا. ولما جيت افتح الباب بالمفتاح اللي معايا لقيت الباب مش بيفتح خالص، ولقيت واحدة بتفتح لي الباب وقالت لي: خير يا اختي، في حاجة ولا ايه؟ انتي مين وفين ابويا؟ انا عنايات بنته. اه، انتي بقى عايزة متولي؟ طيب ثواني هندهوله يا حبيبتي، خليكي واقفة عندك. اوعي كده من وش دخليني بعد اذنك. لا يا حبيبتي مش هدخلك غير لما ابوكي يطلع بنفسه. يعني هي رخامة وخلاص؟ ابعدي بقولك. هو في ايه؟ مالكم بتتخانقوا ليه؟ الست اللي انت متجوزها دي مش متربية خالص، ومش عايزاني ادخل البيت عندك يابا. خلاص خلصنا، هي ما تعرفكيش يا ستي. خير بقى، انت جاية ليه؟ وايه الشنطة اللي في ايديكي دي؟ بابا مش وقته الكلام ده، انزل حاسب التاكسي اللي واقف تحت ده واطلع وهقولك على كل حاجة. ايه ده ايه ده؟ كمان جاية ومعكيش حق التاكسي؟ ده شكل الايام اللي جاية دي هتبقى فل الفل. وانا عملت نفسي مش سامعة مرات ابويا عشان ما اعملش معاها اي مشاكل. وبابا نزل وسابني مع نشوة، ولقيتها قالت لي: هو انت لحقتي تغضبي يا حبيبتي، ولا انت بقى جاية عشان ترازيني وخلاص في بيتي؟ أراضيكي ليه يا حبيبتي؟ هو انت مهمة قوي كده؟ لو سمحتي من أولها أهو بقولك ملكيش دعوة بيا خالص، ولسانك ده ما يخاطبش لساني. يا أختي بركة، يعني أنا هتكلم مع السفيرة عزيزة ولا إيه؟
ولما بابا طلع من تحت لقيته قعد معايا وكانت مراته قاعدة جنبه، وقال لي: هو في ايه بقى؟ جاية ليه يا عنايات وايه اللي حصل معاكي؟ انا مش قادرة اكمل مع عصام يا بابا، ده بخيل قوي وامه ابخل منه. تصوروا بياكلوني الاكل البايظ ومخليني خدامة عندهم، ولا بقى التنظيف والصحيان بدري كل يوم. انا خلاص مش حاسة ان انا زي بقية الستات، ده غير ان تلاجتي فاضية خالص وما فيهاش اكل، كل الاكل عند حماتي تحت. انا قررت اتطلق منه يا بابا ومستحيل اروح عندهم تاني. يا بنتي هو انا اشيل همك وانت بنت، واشيل همك وانت متجوزة كمان؟ عيشي يا بنتي زي ما كل الستات عايشة وتحملي. يا بابا انا مش هرجع له، ولو انت مش هتقف جنبي انا همشي من عندك وهروح في اي مكان محدش يعرفني فيه. مالك بقى يا حبيبتي انتي عاملة كده ليه؟ هو ابوكي كان ناقصك يعني ولا كان ناقصك؟ روحي يا حبيبتي على بيتك. انا بصراحة بقى مش هعيش معاكي في بيت واحد، انا متجوزة ابوكي وهو عايش في شقة لوحده، هتيجي انتي بقى وتعسكري هنا؟ وانا مش هقبل بالكلام ده ابدا. ولا تعكري مزاجك يا حبيبتي، اقولك على حاجة، اديني يومين بس احل المشكلة دي وامشيها من عندي. وانا بقيت مش عارفة ازاي بابا متغير قوي كده، وازاي مراته قدرت تنسيه بنته. وقلت لها: اسمعي بقى يا غندورة، انتي امرة ابويا، بس ما تنسيش ان انا بنته برضه وليا حق اقعد معاه في البيت. طيب ايه قولك بقى ان المعاملة هتبقى ميري وهتخدمي نفسك بنفسك يا حبيبتي، انا مليش ان انا اخدمك خالص، وما تتكلميش معايا، عندك ابوكي واتصرفوا يا حبيبتي مع بعض، يلا تصبحوا على خير. ودخلت مرات ابويا اوضتها، وانا بصيت لابويا ولقيته بيقولي: انا كبرت ومحتاجه اعيش لليومين اللي باقيلي يا بنتي، انا مبسوط ومرتاح يا عنايات، بلاش تضايقيني في بيتي بقى. وانا يا بابا حياتي مش مهمه عندك؟ بقولك ان انا عايشه مع ناس ما تتعاشرش ابدا، وانت بتقولي راحتك وانبساطك. خلاص خلاص بقى، اسكتي مش عايز كلام كتير، خليكي قاعدة لحد ما اشوف اخرتها ايه. وتاني يوم الصبح لقيت نشوى مرات ابويا دخلت عليا الأوضة وفتحت الشباك، وانا كنت نايمة، ولقيتها علت صوتها وقالت: انا بحب الشقة يدخل لها الهوا من كل ناحية، ما بحبش الكمكمة يا حبيبتي. انت يا ست انتي، ايه اللي مدخلك اوضتي؟ اطلعي يلا بره. أوضة مين يا أختي؟ دي شقتي كلها، وأنا كرم أخلاق مني مخلياكي قاعدة هنا. لا بقى، ما هو أنا مش هسكتلك كتير، اتلمي وعدي يومك ده. على العموم أنا عارفة إن انتي غيرانة مني، خليكي كده مفيش بيت سعيك من غلك. وخرجت نشوى مرات أبويا، وأنا كنت متضايقة جدا من اللي بيحصل فيا ده. ولما خرجت عشان أفطر ما لقيتش أكل في التلاجة ولا حتى في البيت كله، ورحت النشوة وقلت لها: هو البيت كله مفهوش لقمة تتاكل؟ أيوة يا حبيبتي البيت كله مفهوش أكل، اتصرفي انتي بقى ملكيش دعوة بيا. وسبتها ودخلت على أوضتي وقلت لنفسي: يا رب يعني أخلص من عصام وحماتي، أجي هنا ألاقي اللي اسمها نشوة دي، يا رب حلها من عندك يا رب. وفي أوضة نشوة كانت نشوة حاطة الأكل كله في الأوضة ومخبياه مني، وكلمت بابا وهو بره كان بيقبض المعاش وقالت له: أيوة يا متولي يا حبيبي، قبضت المعاش ولا لسه؟ لسه يا حبيبتي، الدنيا زحمة قوي. قال: قوليلي صحيح، عاملة ايه انت والبنت اللي اسمها عنايات دي؟ بنتك دي اتفات لها بلاد يا متولي، تصور أكلت الخمس بيضات اللي في التلاجة والربع كيلو جبنة واللانشون كمان، هي للدرجة دي جعانة؟ معلش بقى يا نشوى يا حبيبتي، ألف هنا وشفا على اللي كلته، وأنا هجيبلك أكل وأنا جاي. طيب اسمع بقى، أمي وإخواتي هخليهم يجوا يتغدوا معانا النهاردة. طيب يا حبيبتي، يجوا ينوروا الدنيا كلها. تسلم وتعيش يا متولي يا حبيبي. بقولك ايه، عايزاك تكلم جوز بنتك يجي ياخدها من هنا، انا مش عارفه اقعد في شقتي براحتي، وانت عارف بقى ان هي مش طايقاني خالص،
ولا عايزني أمشي من بيتي؟ حاضر يا حبيبتي، أنا همشيها من عينيا الاتنين. ونشوى قفلت مع بابا وقعدت تكلم نفسها وتقول أنا لازم أمشيها من هنا وأخليها ما تعتبش البيت ده تاني أبدا. واتصلت نشوى بأمها وإخواتها وجم وقفوا يعملوا الأكل اللي كان مستخبي في الأوضة عندها. وأنا كنت قاعدة في أوضتي وما طلعتش منها خالص، ولقيت بابا دخل عندي الأوضة وقال لي إيه يا بنتي، هتفضلي قاعدة كده في الأوضة؟ مش هتخرجي بره معانا؟ مش عايزة أطلع بره يا بابا، خليني قاعدة هنا. أنت عايز مني حاجة؟ لا يا حبيبتي، أنا عايز سلامتك. أنا هخرج أنا بقى للضيوف اللي بره دي. وبابا دخل لنشوى المطبخ وقال لها معلش بقى يا حبيبتي، لما تخلصي الأكل ابقي حطي العنايات نصيبها على جنب كده. طبعا طبعا يا متولي يا حبيبي. أقولك أنا هدخلها الأكل لحد عندها في أوضتها، دي مهما كانت بنتك برضو يا حبيب قلبي. بس انت كلم جوزها يجي ياخدها بسرعة، مفهوم يا متولي؟ وبابا قعد وكلم عصام في التليفون وقال له ايه يا عصام، مزعل مراتك ليه وجايبها زعلانة؟ هو ده كلام برضو يا ابن الناس؟ اسمع بقى يا عمي، بنتك عايشة عيشة أكنها ملكة بالظبط. هي اللي مش عاجبها عيشتي؟ ده أنا جايب لها 5 أكياس شامبو كل شهر. في راجل بيهتم بمراته زيي؟ ولو على أمي ست نسمة مش مخليها تتعب خالص. طيب معلش يا ابني، خليك انت العاقل وتعالى خدها من عندي. طيب يا عمي، انا هكلم امي كده وهشوف هتقولي ايه. يلا مع السلامة. وقفل عصام مع بابا بكل قلة ذوق وكلم امه وقال لها على كل اللي حصل بينه وبين بابا. وحماتي قالت له يا حبيب قلب امك، هي زي ما مشيت ترجع بنفسها. اسمع مني، البت دي لازم تعرف ان انت تقيل كده وما بيهمكش من اي حاجة. شفت لما انت معبرتهاش هما اللي اتصلوا بيك ازاي؟ طبعا هي هتلاقي كرمك ولا اخلاقك فين يا قلب امك؟ ولا هتلاقي حما زي فين؟ ده انا ملاك، ملاك والله. ما انت عارفني يا حبيب ماما. صح ياما، انت عندك حق في كل كلمة قلتيها. انا هقوله وهي لو عايزة ترجع ترجع لوحدها. اهو نوفر فلوس المواصلات وهو يدفعها لها بقى. انا كده ما خسرتش اي حاجة. صح يا حبيب ماما، شاطر يا حبيبي. وعصام رنة صغيرة على بابا وقفل التليفون على طول عشان بابا هو اللي يتصل بيه. وعصام قال له ايوه يا عمي، انا فكرت كده مع عمي وقالت لي ان احنا ما يرضناش خراب البيوت. احنا موافقين ان هي ترجع، بس هي اللي ترجع بنفسها. يا ابني عيب كده، لازم انت اللي تاخدها بنفسك. اسمع يا عمي، بنتك هي اللي مشيت من نفسها من عندي وانا ما قلتلهاش تمشي. طيب يا ابني حاضر مع السلامة. وانا حسيت ان انا جعانة قوي وريحة الاكل كانت حلوة قوي، ودخلت المطبخ عشان اخد طبق من الاكل اللي عاملاه نشوة. ولقيتها مسكته مني وقالت لي ايدك، ده اكلي انا واهلي، انا مش عامله حسابك اساسا. ازاي يعني مش عامله حسابي؟ هو بابا عارف باللي بيحصل ده؟ طيب ايه رايك بقى، انا هخلي شكلك وحش قدام بابا وقدام اهلك كمان. وانا خرجت ولقيت ام نشوى واخواتها البنات التلاتة وبابا كان قاعد معاهم. وقلت عيب قوي يا بابا اكون قاعده في بيتك ومراتك تقولي مفيش اكل ليكي. وانا لقيت نشوى بتمثل وقالت اخصى عليكي يا عنايات، ليه بتعملي فيا كده وبتكدبي على ابوكي كمان عشان تخليه يسيبني؟ اقولك ايه، ما هي اللي زيك عايزه كل الستات متطلقه زيها. انا عايزه اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. يا متولي انا عملت زي ما قلتلك بالظبط، وحطيت لبنتك الطبق بتاعها في الأوضة وأكلته. ودخلت المطبخ وقالت لي أنا هقول لأبويا إن انتي ما حطيتليش أكل وأخليه يتخانق معاكي. ليه كده يا بنتي بتعملي لي مشاكل؟ يا بابا دي مش بتقولك الحقيقة، والله ما دقت الأكل من الصبح. انت مصدقها ومكدبني أنا؟
تعالي ندخل ونتكلم جوه يا عنايات. وانا لقيت نشوة بتبصلي بكل كيد، وبابا دخلني الأوضة وقال لي: انتي مش هينفع تقعدي هنا مع نشوة يا بنتي، انتوا الاتنين مش طايقين بعض اصلا. بقى انت بتفضلها عليا يا بابا؟ دي مراتي يا عنايات، وانت لازم ترجعي بيتك. جوزك كلمني في التليفون وقال لي خليكي ترجعي له. بقى كده يا بابا؟ عايزني امشي من عندك واروح له وابيع كرامتي؟ يلا يا عنايات روحي على بيت جوزك، اما انا هنزل اوقفلك تاكسي من تحت تكوني حضرتي حاجتك وشنطتك. وانا لقيت بابا مش عايزني في بيته وكأنه غريب عني، مش ابويا ده ابدا. ونزلت وروحت البيت، وقبل ما اخبط على شقة حماتي لقيتها بتتكلم مع عصام وقالت له: اياك تقول لها يا واد يا عصام ان انت بتقبض 7000 جنيه في الشهر، احسن تطمع فيك. خليها كده مش عارفة اي حاجة، حوش معايا انا، ده نمك وقلب عليك. اكلها بقى من بواقي التلاجة وليك عليا. أول ما ترجع هنا تاني هخليها تندم على اليوم اللي خرجت فيه من البيت غضبانة. يا ماما انت كلامك اوامر. انا عارف كويس قوي ان انا ماليش غيرك في الدنيا دي يخاف على قرشي. وانا بعد اللي سمعته ده حسيت ان انا عايزه اكسر الباب عليهم، بس مسكت نفسي وعملت نفسي ما سمعتش اي حاجه، عشان ما عادش ليا مكان اروحه تاني ولازم اتحمل اي حاجه. وخبطت على الباب ولقيت حماتي فتحت لي وقالت: تعالي يا شملولة، حمدلله على السلامة. ما هي وكالة من غير بواب، تخرجي وقت ما تيجي وتدخلي وقت ما تحبي. ازيك يا حماتي وازاي صحتك؟ انا زي الفل يا حبيبتي، وردة مفتحة. نورت بيتك يا عنايات. يا ريت نعقل بقى ونبطل نعمل مشاكل، وافتكر ان مفيش بيت هيعيشك في الهنا ده غير بيتي انا وبس. طبعا. هو انت هتقولي انتوا ناس ولاد كرم؟ انا طالعة على شقتي. شقة ايه يا حبيبتي اللي هتطلعيها دلوقتي؟ الساعة لسه ما جاتش 7. تنوري النور كله وتقعدي وتخلي العداد بتاع الكهرباء يعد علينا؟ يا بنتي خفي المصاريف شوية، كفاية لمبة واحدة شغالة عندي اهي. اطلعي فوق على النوم وبس، ولما تنامي يا حبيبتي ابقي طفي كل انوار الشقة. بس انا بحب اشغل نور هادي كده جنبي عشان مش بحب الضلمة. ليه يا اختي؟ هو انت صغيرة ولا صغيرة؟ على العموم انت ممكن تفتحي الشباك يجيبلك ضوء من العمود بتاع النور اللي في الشارع. اقعدي يا اختي وحسي بينا، الدنيا صعبة قوي. طيب يا حماتي، ممكن ادخل الحمام اخد دش عشان الطريق؟ يا لهوي عليكي، هو انت ما استحمتيش يا بت عند ابوكي ولا ايه؟ انا اخدت دش قبل ما انزل من عند بابا، وهاخد دش دلوقتي يا حماتي، فيها حاجة يعني؟ يا لهوي يا عصام، البت عايزة تستهلك مية عمال على بطال. شفت بقى ان هي مش حاسة بأي حاجة ازاي؟ عايشة في مية البطيخ، وانت يا عيني عليك يا قلب امك، غلبان ومش حمل مصاريفها عليك. شفتي بقى يما، انا من غيرك مش هلاقي حد يخاف على فلوسي. انتي عارفة يا عنايات، انا اخر مرة استحميت فيها كانت امتى؟ من شهرين كده، وبغير هدومي كل اسبوعين، لما ريحتها بتطلع اقوم مغيرها على طول. وانا بقيت مش مصدقة كل اللي انا بسمعه، وبقول لنفسي ازاي في بني ادمين كده. وقلت لهم: يا جماعة، انا بحب ادخل الحمام كتير واخد دش كتير كمان، انا ما اقدرش اعمل كل اللي انتوا بتقولوا عليه ده كله للحموم. خلاص يا حبيبتي، اعملي زي كده وتعالي معايا كل اسبوع، وخدي هدومك معاكي وروحي على اول الشارع، في هناك حمام عمومي، ادخلي واستحمي فيه، والبت تكون مش موجودة عشان ما تاخدش مننا الجنيه تمن دخولنا الحمام، وانا هقفل عليكي من بره. خلاص ماشي يا حماتي، هبقى اروح كل اسبوع استحمى عند بابا. طيب، حل حلو قوي، بس خلي بالك، لو بتقولي كده عشان تهوديني
احب اقولك ان انا هفصل عليكم المية كل يوم قبل ما تطلعوا شقتك. وانا عديت كل كلامها وعملت نفسي مقتنعة بيه، وجات الساعة 9 بالليل ولقيت حماتي قالت يلا بقى يا عصام يا حبيبي عشان تتعشى يا قلب امك. ماشي ياما. وانا مش هتعشى ولا ايه يا عصام؟ ده انا جعانة قوي. هو انت لحقتي جوعتي؟ مش انت قلت ان انت واكلة عند ابوكي واكيد يعني مش هتاكلي النهاردة؟ يا سيدي جهد، انا جاية من عند ابويا من بدري قوي. وبعدين يا عصام انا عايزاك تجيب لي حتة جبنة في التلاجة، انا ببقى جعانة بالليل قوي. يا حبيبتي اجيب لك منين بس؟ ده انا راجل على قد حالي، لولا امي ربنا يبارك لها ما كناش لقينا اللقمة ناكلها. وانا لقيت حماتي خرجت من المطبخ وقالت لي تعالي يلا يا عنايات عشان تحضري معايا الاكل يا حبيبتي. ودخلت معاها المطبخ ولقيتها مطلعه عشا حلو قوي، بطاطس وفول وجبنه، وانا ما كنتش اكلت من عند بابا. ولما حماتي شافتني وانا فرحانه بالاكل وهاكله بعينيا لقيتها بتقولي انا هوزن كل جرام من الاكل ده حتى البطاطس المحمره، عارفه لما تتعمل صوابع هيطلعوا كام صباع يا عنايات؟ يعني ما تفتكريش ان انا نايمه على وداني. وانا وقفت في المطبخ اعمل العشاء وحضرته على السفره وقعدت، وقبل ما مد ايديا على الاكل حماتي راحت بعدت ايديا وقالت لي انتي هتاكلي؟ يا لهوي على قله الذوق. هو انتي يا بنتي مش حاسه بالمصاريف والظروف اللي احنا فيها؟ يعني هي الظروف دي يا حماتي وقفت لحد عندي والاكل خلص؟ حرام عليكم، انا ببقى جعانه طول الليل ومش لاقيه حاجه اكلها خالص. كله لمصلحتك انتي عارفه يا بت لما تقللي اكلك هتخسي وتبقي رشيقه. كل انت يا حبيب ماما. تسلم ايديكي ياما يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. كله اللي قلب الام. انت شقيان يا قلب امك. طيب يا حماتي قولي دلوقتي انا هاكل ايه؟ انا جعانه قوي. اصبري انا هجيبلك الاكل بتاعك. وحماتي دخلت المطبخ وجابت لي عيش حاف وحطت لي عليه ملح وقالت لي كلي يا حبيبتي الف هنا وشفا عليكي، رغيف اهو عليه شويه ملح. ايه يا حماتي اللي انت جايبهولي ده؟ واكله ازاي يعني؟ هو طبعا الحمد لله، بس يعني يرضي ربنا ان انتوا تاكلوا الاكل الحلو ده وانا اكل عيش حاف بملح؟ وبعدين ايه الاخضر اللي فيه ده؟ ده اكيد عيش معفن. مش كله يعني، انت لو مسحت الخضار اللي فيه ده هيروح. امال يعني نرمي الاكل في الزبالة يا بنتي؟ حرام، الدنيا بقت صعبة قوي. وانا سبت الرغيف وقمت من على الاكل، وعصام قال لي انت رايحة فين يا عنايات؟ طالعة انام في الضلمة. طيب استني يا بنتي يا عنايات لما اقوم اقفل الكهرباء عن شقتك عشان انتي ممكن ما تسمعيش الكلام. خليكي قاعدة مكانك يا حماتي، كملي اكلك وما تقلقيش، مفيش حيلة شغل النور ولا اعمل اي حاجة. يلا تصبحوا على خير. وانا طلعت من شقة حماتي ولقيت صحاب الشقة اللي قدام حماتي اللي مأجرينها راميين بقية كفتة مشوية وفراخ، والقطط بتاعت العمارة ملمومين حواليها. وانا بعدت القطط عن الاكل واخدت من الاكل وقلت معلش حقكم عليا، شاركتكم في الاكل بتاعكم، بس انتوا هتطلعوا احن من البشر اللي انا عايشة معاهم دول. وطلعت على شقتي ودخلت البلكونة عشان اكل في النور. وبعد ما خلصت اكل قلت يا رب، يا رب انت عالم بحالي، حلها من عندك يا رب زي ما بعتلي اكلي وما نيمتنيش جعانة. وانا دخلت نمت وحمدت ربنا. وتاني يوم الصبح لقيت عصام نزل وسمعت صوت جاي من المطبخ، ولما دخلت لقيت حماتي واقفة في المطبخ وبتقلب في حاجة المطبخ. وقلت لها انت بتعملي ايه يا حماتي؟ عايزة حاجة ولا ايه؟ انت طلعتي امتى؟ مش تقولي احم ولا دستور؟ انا طلعت اخد من عندك كام كوباية كده على كام معلقة عشان ناكل بيهم تحت. اصل انا شلت حاجتي كلها وقلت حاجتك تسد على اللي عندي، ما هو مفيش اكل هيطلع هنا طول ما انا عايشة. على رأيك يا حماتي خديهم، يعني انا هعمل فيهم ايه؟
يلا بقى انزلي نشوف هنعمل اكل ايه وبلاش كسل. طيب افتحي لي الميه عشان اغسل وشي يا حماتي، وانا هنزل وراكي على طول. ميه اللي عايزانا افتحها لك. انزلي على باب البيت عندنا في كولدير سبيل، انزلي املي منه ازازتين ميه كده واغسلي بيهم وشك واشربي كده وفوقي. شفتي بقى انا طيبه ازاي؟ يا لهوي على الحنيه، ده انا من كتر الحنيه حاسه ان انا مفتريه عليكي. يا رب يتمر فيكي يا اختي. ونزلت حماتي وانا نزلت اغسل وشي من الكولدير، ودخلت على شقه حماتي وعملت الاكل ونضفت الشقه. وجات لي فكره حلوه قوي، اكل من الاكل الطازه وما اكلش من الاكل البايظ. واستنيت لما حماتي دخلت اوضتها، وانا لميت كل الاكل البايظ اللي في التلاجة ورميته، وخليت التلاجة فيها الأكل السليم وبس. ولما وصل عصام من بره لقيته بيقول لي: ما شاء الله، ايه ريحة الأكل اللي تجنن دي؟ أمال فين أمي؟ نايمة جوه يا عصام، اقعد انت وانا هدخل اصحيها. وانا دخلت صحيت حماتي، واول ما حماتي صحيت دخلت جري على المطبخ وقالت لي: اوعي تكوني يا بت اكلت حاجة من الأكل. ابدا يا حماتي، انا ما قربتش من الاكل ولا حتى دقته. طيب استني بقى لما احطلك من اكلك. ولما حماتي فتحت التلاجة لقيت كل الاكل البايظ مش موجود في التلاجة، ولفت وشها وبصت لي وقالت لي: فين الاكل اللي في التلاجة؟ دي ميزانية اسبوع يا اختي انطقي. انا قلت انضف التلاجة عشان لقيت ريحتها مش حلوة خالص ورميت كل الاكل اللي بايظ. جرى ايه يا حماتي الكل الزعيق ده؟ يا عصام، الحق مراتك يا عصام، هتجيب لي السكر والضغط واحنا مش قد مصاريف علاجهم يا ابني. وعصام لقيته داخل جري على المطبخ وقال: ايه ياما اللي حصل؟ مراتك ام دماغ مش سهله يا ابني، لقيتها لمت كل الاكل اللي في التلاجة ورميته وانا نايمه. يا خبر، ليه كده بس يا عنايات؟ انتي عارفة الأكل ده بكام؟ الأكل بايظ يا عصام، يعني ما ينفعش يتاكل أبدا. ليه عايزين تأكلوني منه؟ ولما انتوا زعلانين على الأكل ده ما كلتوهوش انتوا ليه؟ أنا ابني ياكل من الأكل الطازة، وأنا ست كبيرة ولازم آكل الأكل الطازة. إنما انتي تتحملي إيه يعني؟ مش أحسن من الأكل ما يترمي؟ أنا عارفة انت بتعملي كده ليه، عشان تاكلي من الأكل اللي لسه معمول، بس ده بعدك وبعينيكي. ايه قولك بقى ان انت هتعيشي من غير أكل لمدة 4 أيام؟ يعني حتى الأكل اللي ما كانش عاجبك ده مش موجود عشان تبقي ترميه عنايات يا مبذرة. خلاص ياما ما تتعبيش نفسك ولا حتى تتعصبي، يلا نروح احنا ناكل ونخليها هي قاعدة في المطبخ. وخرج عصام وفي ايده امه من المطبخ، وانا وقفت لوحدي ومش عارفة اعمل ايه. وخرجت على السلم بره يمكن الاقي اكل من الزبالة، بس ما لقيتش اي حاجة. وبقيت مش عارفة اتصرف ازاي وانا كنت جعانة جدا. وفجأة باب الشقة اللي قصادنا اتفتح، ولقيت واحدة في سني واقفة قدامي وقالت لي: مالك يا حبيبتي انتي واقفة كده ليه؟ انت شكلك متضايق قوي. انت مرات عصام ابن الست عواصف؟ ايوه انا. بعد اذنك انا طالعه شقتي. تطلعي فين؟ تعالي ادخلي يا حبيبتي واقعدي معايا شويه. لا 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 بلاش، عشان حماتي ما تزعقليش او عصام. يا ستي تعالي بس اقعدي معايا نص ساعه. وانا دخلت شقة هدير اللي كانت حلوة جدا وفاتحة كل الانوار عادي، مش زي المغارة اللي حماتي معيشاني فيها. وبقيت ابص حواليا وقعدت اتفرج على الشقة من كتر ما انا عايشة ببهدلة. ولقيت هدير قالت لي: تحبي تشربي ايه يا حبيبتي؟ اي حاجة. ولا اقولك استني، انا هجيبلك تتغدي. اصل انا جوزي على طول مسافر وانا قاعدة على طول لوحدي وبعمل الاكل وبيتبقى مني كتير. يلا بقى ناكل مع بعض عشان يبقى بينا عيش وملح. وانا ما عرفتش اقول لها لا على الاكل لاني كنت فعلا واقعة من الجوع. وهدير خرجت بالاكل وكانت ريحته حلوة قوي. واول ما قعدت على السفرة فضلت اكل وبقيت مش شايفة قدامي ولا حتى سامعة هدير بتقول ايه، لدرجة ان انا صعبت عليها قوي
وبعد الغدا واحنا بنشرب الشاي لقيتها بتقولي: ألا قوليلي صحيح، انت ايه اللي رماكي الرمية دي يا عنايات؟ انت شكلك بنت ناس ومش وش بهدلة. اعمل ايه بس يا هدير؟ مش بايديا، انا طلبت الطلاق من اول يوم جواز. انا هحكيلك حكايتي من اولها. وانا فضلت اتكلم مع عنايات والكلام اخدنا، وفي شقة حماتي كان عصام قاعد مع عمه وقال لها: تفتكر البت عنايات بتعمل ايه فوق في الشقة ياما؟ تلاقيها نايمة، ما هي اللي زي دي بروطة ما بتحبش تعمل اي حاجة. بس تصدقي ياما، احسن حاجة عملتيها ان انت نقلتي شاشة التلفزيون هنا عندك عشان ما تفضلش مشغلها وتسحب كهربا. يا حبيبي، انا عارفة انا بعمل ايه كويس قوي. وعلى فكرة، تلاقيها دلوقتي هتتعلم الادب وهتبطل ترمي بواقي الاكل تاني، وهتاكلها وتتعود عليها كمان. بس اوعي ياما تعرفيها ان انا بجيب لها الاكل ده من الزبالة اللي بتبقى قدام المطاعم وانا ماشي. اقول ايه؟ الا اقول قال؟ انا ولا بقول ولا بتكلم يا حبيبي. انت بس ما تجيبش اليومين دول اكل لحد ما تتعلم الادب. لما الجوع يقرصها هتندم ان هي رمت الاكل في الزبالة. وانا لقيت الوقت اتأخر قوي وقلت لهدير: شكرا يا هدير على الواجب ده، انا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. الحقي يا عنايات، جوزك فتح باب الشقة وشكله طلع. هتعملي ايه دلوقتي؟ هعمل ايه يعني يا هدير؟ اصبري بقى لما يطلع كده سلمتين وانا هطلع وراه واقول له ان انا كنت بشرب من الكولدير اللي بره. ربنا معاكي يا حبيبتي ويعينك يا رب. وانا طلعت على السلم لما لقيت عصام طالع ولقاني واقفة وراه على طول وقال لي: انت كنت فين بقى ان شاء الله يا ست عنايات؟ ابدا، انا كنت بشرب من الكولدير يا عصام. عايز مني حاجة؟ انت مش عايزة تعترفي بغلطتك يا عنايات؟ مش عايزة تقولي انا اسفة؟ حقك عليا يا جوزي، مش هرمي الاكل تاني في الزبالة. انت ليك عين تتكلم معايا يا عصام؟ انت ما هنش عليك تديني لقمة وسمعت كلام امك وجوعتني؟ انت ايه، ما عندكش ضمير ولا حتى بتحس بالذنب من ناحيتي؟ احس بالذنب ليه؟ عشان انا راجل موفر وعارف قيمة القرش انا وامي. ما هو اللي زيك هتحس بايه يا ست هانم؟ ما انتي عايشة في بسخ وراحة مش هتلاقي زيه ابدا. وانا بصيت له بكل تريقة وسبت ودخلت انام، وكنت بفكر اعمل ايه مع عصام وازاي امشي اموري برا البيت ده. وتاني يوم في شقة بابا كان بابا بيجهز نفسه عشان يجيلي، ومراته قالت له: انت رايح على فين بقى ان شاء الله يا متولي؟ انا رايح اطمن على بنتي يا عنايات. انتي عارفة بقى العيشة اللي هي عايشاها يا حبيبتي، حماتها وجوزها مبهدلينها قد ايه. اسمع بقى يا متولي، انا دلوقتي حامل، وانا واللي في بطني ده اولى بكل مليم هتديه لبنتك اللي في قفا راجل. بجد يا نشوة، انا بجد مش مصدق نفسي. ربنا يقومك بألف سلامة ليا يا حبيبتي. سيبك بقى من كل الكلام ده، انت هتسمع كلامي وتمشي على كيفي وما تزعلنيش، ولا سيبك وامشي واروح لأهلي؟ طيب اسمعي بقى يا حبيبتي، انا عشان ما يبقاش شكلي وحش قدام عنايات هديها كده كل شهر اللي فيه النصيب، واعرفها ان انتي حامل وانك محتاجة مصاريف قد كده. اتفقنا يا حبيبتي؟ اتفقنا يا غالي. ونزل بابا وجالي على البيت على طول ولقاني قاعدة عند حماتي، وحماتي قالت لي: ادخلي هاتي لابوكي كوباية مية ساقعة يشربها يا عنايات. مية ساقعة يا حماتي؟ خلاص يا بنتي مش عايز حاجة، تعالي بس معايا نقعد في شقتك فوق. شقة مين يا ابو شقة؟ انت هتقعدوا هنا وقدامي كمان، ولا انتم بقى هتتكلموا في حاجة مش عايزين نسمعها؟ يا ست عايزة اتكلم مع بنتي، هو عيب يعني ولا حرام؟ لا مش عيب، بس لو عايز بقى تتكلم مع بنتك على انفراد اتكلم معاها على السلم مش هنا. عاجبك كده يا بابا اللي بيحصل لي ده؟ اللي انت شايفه ده حاجة بسيطة من اللي بيحصل معايا كل يوم. معلش بقى يا بنتي، تعالي نتكلم برا الشقة وخلاص. وانا وبابا
خرجنا نتكلم بره الشقة ولقيته طلع لي فلوس وقال لي امسكي يا بنتي الفلوس دي عشانك انتي، اصرفي وهاتي اللي نفسك فيه. يا بابا، الفلوس دي جت في وقتها قوي، ده انا جعانة جوع. معلش بقى يا بنتي استحملي، على فكرة نشوى مراتي حامل وهيبقى ليكي أخ قريب قوي، وانتي عارفة بقى ان المصاريف والحياة اختلفت معايا. سامحيني بقى، اللي جاي أولى بكل مليم. انتي كبرتي واتجوزتي وشفت حياتك يا بنتي، للدرجة دي انا ماليش اي لازمة عندك يا بابا ونسيتني؟ ده انا بنتك يا بابا. ولا اقولك ايه، خلاص بقى انت نسيتني. امشي يا بابا وانساني خالص، واعتبر نفسك ما خلفتنيش، وانا ليه يا رب اللي خلقني اكيد مش هينساني ابدا. طيب يا بنتي يلا سلام عليكم. ومشي بابا وانساني، وانا بقيت خايفة من اللي جاي اكتر واكتر، وحسيت ان انا خلاص اتسلمت تسليم اهالي. ودخلت تاني عند حماتي ولقيتها بتقولي ابوك اداكي كام يا بنتي يا عنايات؟ ما ادانيش فلوس يا حماتي. بطلي كدب، انا شايفاه وهو بيديكي فلوس. هاتي الفلوس دي، مش كفايه واكله شاربه ببلاش؟ يا شيخه خليني ساكته بقى، ده حتى الحموم مش بتخليني استحمى ولا حتى باكل زي البني ادمين. اتقي الله بقى، ده انت اللي راح من عمرك مش قد اللي جاي. بقى انت بتقولي لي الكلام ده يا عنايات؟ اللي سمعتيه مني يا حماتي. انا مبقاش عندي اللي اخاف عليه يا حبيبتي. انا طالعه على شقتي ومش هقعد هنا معاكي تاني، وجوع ما انا بجوع على طول. بقى كده يا عنايات؟ والله لا اقول لعصام اخليه يجي يعرفك مقامك، ياللي كنت عنس ومش لاقيه اللي يتجوزك ابدا. يا ريتني فضلت عنس من غير جواز احسن من نسبكم ده. وطلعت على شقتي وانا فاض بيا الكيل ومش باقي على اي حاجه خالص. ولقيت هدير طلعت لي الشقه ومعاها اكل وقالت لي من على الباب امسكي صينيه الاكل دي كليها ولا يهمك، انا سمعت كل حاجه. انا مش عارفه اقولك ايه. شكرا قوي يا هدير. لا شكر على واجب يا حبيبتي. يلا انا نازله. وانا اكلت وانا كنت جعانه جدا. وبعد كام ساعه لقيت عصام جه البيت وطلع هو وامه ولقيته بيقول لي انت ازاي تتكلمي مع عمي كده يا عنايات؟ صحيح انت ابوكي معرفش يربيكي، انما انا بقى هعرف اربيكي من اول وجديد. هاتي يا بت الفلوس اللي معاكي دي. مفيش فلوس يا عصام، واعمل حسابك انا هنزل اشتغل على نفسي من بكره وهجيب اكل لنفسي. والله بركه يا حبيبتي، يا ريت تحسي شويه بقى وتساعدي في مصاريف البيت اللي طلباته مش بتخلص ابدا. طلبات ايه يا بخيل يا جلده؟ ده انت وامك بتخافوا تولعوا النور وتغسلوا وشكم. روح غير هدومك دي بدل ما انت ريحتك طلعت علينا. وادي يا عصام طلقها وارميها في الشارع، اللي زي دي خسارة فيها اللقمة. ليه؟ وانتي ما شاء الله عليكي بتأكليني قوي. لو راجل طلقني يا عصام، بس بشرط واحد، تسيبي كل اللي ليكي في الشقة دي وتمشي من هنا. لا ده بعدك يا عصام، اوعى تكون فاكر ان انا هسيب لك اشياء من حاجتي. خلاص خليكي قاعدة هنا زي بيت الوقف واستحملي بقى كل اللي هيحصل لك. هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل؟ انا خلاص مستبيعة وريني اخركم ايه، وانا مش خارجة من هنا يا عصام. وانا استقويت لما لقيت نفسي بطولي ومش باقية على حاجة ولا عندي اللي اخسره. ولقيت عصام وامه طردوني من البيت، ولقيت هدير خرجت لي الشارع واخدتني وقعدنا في كافيه وقالت لي اسمعي يا نيات، انا عند اخويا عامر محامي هخليه يرفع لك قضية وبإذن الله هيكسبها وهتاخدي عفشك كله، ما تقلقيش يا حبيبتي. مش عارفة اقولك ايه يا هدير، انتي ونعمة الاخت. تسلميلي يا رب. بس انا عندي مشكلة كبيرة قوي، قوليلي بس اروح اقعد فين دلوقتي؟ هتقعدي في شقة ماما الله يرحمها. شقة ماما مقفولة بقالها كتير قوي، هوديكي تقعدي فيها لحد ما نشوف حل. ولو على الشغل يا ستي هشوف لك وظيفة كويسة. وانا ما لقيتش غير هدير هي اللي وقفت جنبي وودتني شقة مامتها وقعدت فيها، ونزلت اشتغل بعد اسبوع من كل اللي حصل لي ده.
ولقيت هدير جات لي الشقة وقالت لي يلا يا عنايات عشان عامر اخويا مستنينا في مكتبه. بس اسمعيني كويس يا هدير، انا هدفع اتعابه، كفاية قوي اللي انت عملتيه معايا واللي لسه بتعمليه معايا. يا ستي يلا بس نشوف الاول هنعمل ايه. وانا وهدير رحنا عند عامر المكتب بتاعه، واول ما شفته حسيت ان قلبي اتخطف، وهو كمان بصلي باعجاب وقال لي اتفضلي يا مدام عنايات قولي ايه مشكلتك. وانا قعدت احكي لعامر كل اللي حصل معايا وصعبت عليه جدا، وقال لي بعون الله هنكسب القضية دي ما تقلقيش يا مدام. وانا دخلت بطولي في سكة المحاكم والقضايا عشان اخد كل حاجتي اللي كانوا مانعيني حتى اخدها. وبعد 4 شهور المحكمة حكمت ان انا اخد كل العفش بتاعي من شقتي، وحماتي طلعت جري ووقفت على باب الشقة بتاعي وقعدت تعيط وتقول لا لا محدش هيدخل الشقة ولا حتى هياخد أي حاجة من العفش، العفش ده عفشنا كله والحاجة دي كلها حاجتنا. والظابط رد عليها وقال ابعدي يا ست انتي بقولك، وخلي في بالك لو في أي حاجة نقصت من العفش ده هيتعمل لكم قضية على طول. خلاص بقى ياما تعالي نبعد وعوضنا على الله ونشوف عروسة تانية. وانا اخدت كل عفشي وحاجتي ووديتهم على الشقة اللي انا اجرتها بفلوسي، وحقي جالي من عين عصام وامه المفترية. وبعد شهر بالظبط لقيت عامر هو وهدير قابلوني بره، وعامر طلب ايديا وكانت اول جوازة ليه، واتجوزت انا وعامر وعشت ايام ما شفتش زيها ابدا. وكان عامر انسان محترم جدا وبيحبني، والاهم من كل ده انه انسان كريم كريم في كل شيء، وربنا عوضني عن كل اللي فات. اما بقى عواصف وعصام، عواصف جالها حمى شديدة قوي وكانت تعبانة جدا، وقالت لعصام انا تعبانة قوي يا عصام يا ابني مش قادرة، هاتلي علاج وامرنا لله. علاج ايه بس ياما، انتي هتبقي كويسة وزي الفل من غير علاج، بس اجمدي كده. لو اعرف بس ايه اللي تعبني كده وجاب لي الحمى دي. مش عارف ياما، مع انك واكله امبارح من الاكل اللي انا جايبه. هو انت جايب الاكل ده منين صحيح يا عصام؟ الأكل ده لقيته باقي من بوفيه بتاع فرح بقاله 4 أيام، وأخدته وجبته معايا على طول، وانتي ما شاء الله عليكي ياما أكلتيه كله. يا نهارك مش فايت، أكلتني أكل من الزبالة يا عصام، بقى دي آخرتها يا ابني؟ ده أنا كنت بأكلك أحلى وأنضف أكل، وبأكل مراتك هي اللي من الزبالة مش انت يا ابني. ما هي كانت بتاكل من نفس الاكل ده ياما، وعمرها ما بطنها وجعتها وعمرها ما حصل لها اللي حصل لك ده. حكمتك يا رب، دوقتني من نفس الاكل اللي البت الغلبانه دقت منه. انا عملت في نفسي كده يا ابني، انا اللي جيت على بنت الناس واتفرعنت عليها. دي اخرتها يا ابني ان انا نايمه على السرير سطيحه وما بقدرش اتحرك منه. معلش بقى ياما، حصل خير، انا مش هعملها تاني. اما يا لهوي، هي راحت مني ولا ايه؟ يا ربي بقى لسه هشتري كفن وهفتح تربة بفلوس. وراحت حماتي بسبب الاكل اللي كانت كل يوم بتاكلني منه، وابنها عصام استخسر يجيب لها الكفن، واتكفنت صدقة واتدفنت في مدافن الصدقة. وعصام ساب أمي لمدة يومين بيدور لها على أبو بلاش، وعصام ما دفع لهاش ولا مليم. أما بقى أبويا فنشوى سابته وطلعت مش حامل ولا حاجة، وفضل يدور عليا، وهو أصله ما كانش يعرف إن أنا اتطلقت وحصل لي كل ده. وجالي بعد كل اللي أنا مريت بيه وطلب مني مساعدتي، وإني أجيله كل أسبوع وأقعد معاه وأشوف كل احتياجاته. ووقفت قدامه وقلت له يا بابا، دلوقتي افتكرت بنتك ودورت عليها يا بابا، بعد كل اللي انت عملته فيا ده انا بسببك شفت اللي محدش شافه ابدا، رميتني بايديك لناس ما تعرفش ربنا، وجاي دلوقتي عشان مصلحتك.
انسي بقى يا بنتي كل اللي حصل، ده انا ابوكي برضو. ابويا ايه بس؟ ده انت موقفتش جنبي وفضلت مراتك عليا. تعرف يا عامر انها لو كانت فضلت معاه ما كانش جه دلوقتي ودور عليا. سامحيني يا بنتي، حقك عليا. خلاص يا حاج انسى كل اللي حصل، وانا هحاول اتكلم مع عنايات واوعدك ان احنا هنجيلك الاسبوع الجاي. ومش يا ابويا، وانا كان قلبي مش قادر يسامحه ابدا، بس عامر هو اللي فضل يهديني وقال لي افتكر ان هو ابوكي في الاول والاخر، وان ربنا برضو وقف جنبك، والحمد لله انت عايشة كويسة. اهدي كده، والاسبوع الجاي هنروح لابوكي ان شاء الله. وانا رحت لابويا وبقيت ازوره من الوقت للتاني، وربنا عوضني خير بعامر، وانا دلوقتي حامل، وبشكر ربنا إن هو نجاني من اللي كنت فيه. الخلاصة نصيحة لكل بنت، إياكي تتجوزي راجل بخيل أو إنسان ما عندوش شخصية وابن أمه وأمه ممشياه. اتجوزي الإنسان اللي يناسبك. ونصيحة لكل أب وأم، إياكم تبيعوا ولادكم وتتخلوا عنهم، وافتكروا إنكم السند والظهر ليهم. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل قصة وحكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول. والسلام عليكم ورحمة الله.